فعل هذا القرار عليكم كنادي مصري وايضا كجماهير النادي المصري ببورسعيد يا فندم؟ الحقيقه يا كابتن شوبير احنا يعني انا بستغرب على المجلس القومي للرياضه انه سايب النادي المصري حتى الان بلا مجلس اداره او لجنه لاداره النادي المصري. النهارده عقب استقاله الجمعيه لمجلس اداره برئاسه الاستاذ كامل ابو علي صدر قرار الاحاله بحث المدير التنفيذي على ذمه التحقيق. نعم. فالنهارده كيف يدار النادي المصري؟ لانه هناك وعد من رئيس الوزراء ورئيس المجلس القومي للرياضه للساده النواب بعد ان تهدأ الامور سيتم عوده السيد كامل ابو علي لرئاسه النادي المصري. اذا كان هذا الكلام تهدأ الامور، العقوبات اللي خدتها النهارده بعد تردد وبعد مشاورات لجنه الموظفين اللي بتدير الاتحاد النهارده خدت قرارات من يملك انه يتكلم باسم النادي المصري او يعترض على القرارات او يلجأ لاي جهه للتظلم او للموافقه او خلافه. النادي المصري ده منظومه رياضيه كبيره مش بتصغر بشخص او باثنين. على المجلس القومي للرياضه، على الساده الافاضل اعضاء مجلس الشعب وفقا لما تم الاتفاق عليه مع السيد رئيس الوزراء ان يكون هناك من يدير النادي المصري ومن يتحدث بصفه رسميه عن النادي المصري. طيب نفترض انه تم غدا تعيين مجلس اداره جديد للنادي المصري، سواء عوده السيد كامل ابو علي او تعيين غيره لإدارة الفريق أو إدارة النادي في هذه المرحلة، ما هو توقعك لقرارهم؟ لا أنا عاوز أرجع بس للوائح. هل في حاجة في لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم ما ينص على الحرمان أو تجميد النشاط وخلافه؟ هم جابوا 100 بند، قعدوا يقول لك البند كذا والبند كذا. والله لو حضرتك عندك وقت لائحة المسابقة. الأخ المتحدث الرسمي بتاع اتحاد الكرة كل يوم يجيب بنود وكل يوم يدي وعود ويتكلم كلام. لازم مجلس الإدارة أو اللجنة المفوضة بالدفاع او بالتعامل باسم النادي المصري عليها ان تشوف البنود وايه اللي ينطبق عليها. لكن انا معلوماتي المتواضعه انه لا يوجد في لوائح الاتحاد المصري او لوائح الاتحاد الدولي لكره القدم ما يسمى حرمان من النشاط او التجميد، لان هذا الامر بيتتبعه امور كتير بالنسبه لعقود اللاعبين والالتزامات الماليه واهدار المال العام. النهارده لما تبقى عقود اللاعبين بتتجاوز ال 100 مليون جنيه، من يملك التصرف فيها وكيف يتم التصرف فيها؟ لما يكون النهارده عندي لعيبه واخدت فلوس او في عقود عليا ان انا التزم بالعقود من طرف واحد. هم قايلين في ختام البيان انه مع التزام النادي المصري بعقود لاعبين من الفريق الاول ويحق للنادي المصري المشاركه في انشطه الاتحاد بدءا من الموسم. البيان مبهم. البيان للاسف مبهم وبيتحاشى حاجات او بيعمل صياغات حاجات انا ما اعرفش يعني ايه الالتزام بعقود اللاعبين. يعني اللاعب اللي عقده ما زال ساري لمده 4 سنين جايين، اجي انا على موسمين على النادي انه يدفعهم بالكامل. طب راي الجهاز المركزي للمحاسبات ايه في عقد من طرفين لاعب ونادي؟ على النادي ان يدفع عقود اللاعبين واللاعب قاعد في البيت او اللاعب مجمد. طب الامور تبقى ازاي؟ ما احنا الامور الماليه برضو لازم ناخد فيها راي الجهاز المركزي للمحاسبات. اللي انا عاوز اقوله لحضرتك ما يخص اللوائح والقوانين الكل يلتزم بيها، انما الاجحاف بحقوق النادي خاصه الماديه على مجلس الاداره انه يلجا لكل السبل اللي تحافظ على حقوقه الماديه. طيب دي وجهه نظري. لكن انا برضو من خلال حضرتك بناشد تاني المجلس القومي للرياضه. النادي المصري ده كيان كبير ومش مفروض انه يهدر بالشكل ده ويترك دون مجلس. اصل الاتفاق مع السيد رئيس الوزراء، اصل الاتفاق مع الساده اعضاء مجلس الشعب، لابد ان يكون هناك مجلس لاداره النادي المصري، لابد ان يكون هناك مجلس وعلى وجه السرعه قبل فوات الاوان. طيب بسألك كراجل متابع محب للنادي المصري، هل تتوقع انه لو تم تعيين مجلس اداره جديد هل سيلجأ للفيفا للاعتراض على هذه العقوبات او للمحكمه الرياضيه ام سيقبل بها؟ بعيدا عن التفاصيل، النادي المصري لن يفرط في حقوق ناديه ولن يفرط في حقوق بورسعيد. استاذ رجب عبد القادر المدير المالي للنادي المصري يشكرك شكرا جزيلا، وبشكر فريق الاعداد لانه الحقيقه زي ما هو قال انه ما فيش حد يكلمه. السيد محسن شتا المدير التنفيذي الان هو معاقب او عفوا متهم في